بطولة العالم لما دون 20 من العمر، مونديال الشباب، والمربع الذهبي مكون من فرنسا، المغرب، الأرجنتين، كولومبيا. لقاء بين فرنسا والمغرب في نصف النهائي، لقاء بين الأرجنتين وكولومبيا. هل يذكركم ذلك بشيء؟ كأس العالم ل 22 نعم نفسها تقريبا، نصف نهائي فرنسا المغرب الأرجنتين، ولكن مع كرواتيا. مع كرواتيا. أولا أنا نتكلم، شكرا اسمح لي يا حمزة. أولا نهنئ المنتخب المغربي لأنه صراحة نتيجة جيدة جدا يعني للمنتخب المغربي وللكرة المغربية، وهذا يدل على العامل القاعدي ربما اللي يقوموا به في المغرب، رغم أنه نعرف أن المنتخب متكون هذا من عدة لاعبين جايين من التكوين الأوروبي، ولكن ما يمنعش أنه إطار مغربي ولاعبين، يعني كاين لاعبين اللي يتكونوا في المغرب، شيء جميل وشيء يفرح. ولازم في بعض الأحيان حتى ولو تجيب لاعبين من الخارج تكون في الواجهة، تلعب بالأدوار الأولى باش تعطي قيمة للتكوين تاعك، على الأقل يكون بعد ممارسات ولي تصبح شيء عادي وسلوك طبيعي على أنه الكرة تاعك تلعب في المستوى العالي. هذه وحدة. ثانيا أنا شفت بعض المباريات، شفت المباراة ضد إسبانيا وشفت المباراة البارح ضد الولايات المتحدة الأمريكية. صراحة فريق المغربي منظم جيدا تكتيكيا، يعني كفريق يلعب كمنتخب أوروبي تكتيكمون سيتي فور بصراحة يعني، وخاصة ضد إسبانيا والفريق الإسباني، يعني الفريق معروف حتى ولو المنتخب الإسباني أذكر ناقصينه بزاف لاعبين. إسبانيا، المنتخب المغربي في الدور الأول تغلب على إسبانيا، تغلب على البرازيل ونهزم المكسيك بعد كان ضمن المرتبة الأولى في مجموعته، صحيح. قبل أن يفوز فيما بعد في ثمن النهائي على كوريا الجنوبية، في ربع النهائي على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة فازت على فرنسا 3-0، فريق ممتاز الولايات المتحدة، أنا شفت المباراة. والبارح يعني السيطرة عموما كانت الكرة والاستحواذ للفريق الأمريكي، ولكن الفريق المغربي عرف كيفاش يتفاوض في المباراة هذه، النقاط القوة نقاط ضعف، لعب على نقاط القوة تاعو، الهجمات المرتدة، الهجمات السريعة وكذا، وقتل المباراة في نهايتها بهدفين، وكان منضبط جدا. هذا اللي كان يخسر ربما المنتخبات المغربية من قبل، لكن هاد اللاعبين جد منضبطين تكتيكيا. هذا يعود سيرمون العمل تاع الستاف الجهاز الفني ويعطيهم صحة، داروا دورة ممتازة إلى حد الآن. حتى ولو كولومبيا فرنسا اللي راهي تطلع دائما بتدرج، فرنسا عباك بداو بصعوبة ولكن يجيو دائما، وفرنسا المشكل اللي حيكون للمغرب نظن، ونخلي الكلمه للاخوان، هو من جانب البدني. المنتخب الفرنسي قوي جدا بدنيا. من زيدان، احد ابناء زيدان موجود، الياس الياس يلعب مدافع عكس الجوش بالقدم الايسر، يعني وبالقدم مختلف تماما على خوته. وكان الفريق الفرنسي قوي بدنيا، وراح تكون مواجهه اذا كان يعرف كيفاش يتفاوض الفريق المغربي من جانب التقني، وكذا نظن هو احسن من المنتخب الفرنسي. معز، تبعنا هذه البطوله، يعني نلاحظ المنتخب المغربي الان كل ما فعله ما قام به الاتحاد المغربي لكرة القدم، الجامعة الملكية، يعني أدى إلى هذه النجاحات، في كل المجالات، في ما دون 20 رأينا ذلك أيضا في مجالات أخرى، يعني العمل يعطي نتائج أيضا. يعني هو كما قلت أنت، توجه الجامعة وتوجه الدولة كاملة، يعني المملكة المغربية كاملة التوجه كدولة هي متوجهة يعني الاستثمار في الرياضة. شفناه الاستثمار في الملاعب، قدموا ترشحات قريب بعد شهر تقريبا عندهم كاس افريقيا، عندهم كاس العالم قادم ايضا معنا باش تنظموا المغرب. المنشآت موجوده، الاطر الموجوده الفنيه ممتازه جدا، البطوله المغربيه طلعت في النسق، وخاصه اللاعبين اللي هم قاعده تستقطب فيهم من برا، يعني يكونوا في مستوى عالي، في تقريبا في احسن الفرق الموجوده اوروبيا. يعني اليوم المنتخب المغربي كي نحكوا على المنتخب المغربي سواء اكابر والا في باقي الاصناف، شفناه يعني ينافس واصبح من تقريبا معنا مع من فرق العالميه. يعني كنشوفوه منتخب الاول عامل نصف نهائي، منتخب الاقل من 20 سنه يعمل اليوم نصف نهائي، عندهم الاقل من 17 سنه باش يشاركوا زاده في كاس افريقيا، عندهم منتخب السيدات يقوم بنتائج جيده، عمل ربع نهائي في كاس العالم لكره القدم للصالات. يعني تقريبا في كره القدم بالخصوص الاستثمار المغربي قاعد يعطي في نتائج، واليوم نشوفوا فيها. هذا ممكن مثال لازم ياخذوه الفرق الاخرى القريبه. ممكن بعد نحكوا على المنتخبات اللي ترشحت في كاس افريقيا، نصور ثم منتخبات لازم تشد يعني النهج هذا اللي انتاجت المنتخب المغربي، خاطر ثماره جليه. يعني العالم كل يوم يحكي على المنتخب المغربي
كمرشح بارز مثلا باش يكون في كاس العالم والا في كاس افريقيا قاعد يعمل في برشا. سمعت تصريحات كارلو أنشيلوتي اعتبر ان المغرب من بين المرشحين الاربعه للقب العالمي، سنتحدث عن ذلك بعد قليل، بمعيه الارجنتين، اسبانيا وفرنسا. هذا شيء اكيد، يعني اللاعبين موجودين، الارضيه موجوده، الدعم نتاع الدوله موجود، ما نتصورش اللي حاجه تكون مانع انه يكون النتائج بالطريقه هذه. هذا المنتخب حمزه يعني هناك مزيج ربما بين التكوين المحلي ولاعبين مزوجي الجنسيه، هذه نقطه طبعا مهمه. اغلبيه المنتخبات الافريقيه المغاربيه تأتي بلاعبين مزوجي الجنسية. هنا ربما الفرق أنهم يبدأون معهم باكرا جدا، لا ينتظرون المنتخب الكبار ولكن يبدأون بالمنتخبات العمرية. بالفعل يعني المنتخبات الآن فهمت بأن التكوين القاعدي هو الأساس من أجل بناء مشروع قوي على المدى المتوسط أو على المدى البعيد. الجامعة المغربية تقوم بهذا العمل من سنوات، هي أنشأت أكاديمية الحسن الثاني التي أصبحت الآن محمد سادس التي تقدم الآن يعني تقدم لاعبين على أعلى مستوى، تقريبا هما في نفس مستوى اللاعبين القادمين من أوروبا. وبالتالي الآن الفرق والأندية لما تكون لك لاعبين تصنع التنافسية بين اللاعبين القادمين من أوروبا، وهذا اللي يرفع دائما مستوى المنتخبات السنية للاتحاديات المغاربية والإفريقية بصفة عامة. كما أن المستوى التكوين أو البطولات المتواجدة في إفريقيا قوية جدا على مستوى الشباب، يعني دائما كنا نشوف منتخبات إفريقية تنافس بقوة على بطولة العالم. بالتالي المغرب فهمت هذا الأمر. أيضا تأثير المنتخب الأول وما قام به في 2022 كان إيجابي ديناميكية بالفعل، لأن حتى اللاعبين الشباب يتحمسون من أجل اختيار المنتخب المغربي. وحتى أنه أنا عندي بعض الأمور في الكواليس بالنسبة لاختيارات هؤلاء اللاعبين. هناك بعض اللاعبين لديهم عدة جنسيات فرنسية، تجد لاعب لديه 3 جنسيات فرنسية مغربية جزائرية. الآن تأطير كأس العالم وما قام به المنتخب المغربي الأول أصبح يؤثر على اختيار هذه اللاعبين، لأنه لديه جنسية يمكن اختيار الجزائري لكن يختار المغرب لأنه رأى بأن هذا المنتخب تألق في كأس العالم وما زال يقدم مباريات قوية. كما قال أيضا يعني هو مقبل على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم، يعني عنده تفضيلات بالنسبة لي. ذلك مثلا في التكوين، أنت مدربون طبعا تعملون في التكوين عموما هنا في فرنسا، تلاحظون ذلك؟ نعم، أنا زدت إضافة على ما قالوا الإخوة. هو كذلك العمل اللي يقوموا به عندهم من سيلول خلية في أوروبا اللي تقوم بعمل كبير باش تقطبوا اللاعبين. ماشي سهل، انت تعرف كما قال حمزة عنده عدة جنسيات، وانت باش تجيب اللاعبين اللي يتم يمارسوا في اوروبا تجيبهم للتربصات في مشيدات فيفا وما يعطوهم لكش، ما عندكش ما حتى قانون يحمي اللاعب باش يجي لك، ولكن يجد الخليه هذه تجد كيف تتعامل مع الانديه وكذا. هذه نقطه مهمه جدا. وكان علاش لازم تجيبهم صغار؟ لانه التجربه علمتنا باللي اللاعبين اللي يجوا من اوروبا يجونا في المنتخب الأول يوجدوا صعوبة خاصة في السنوات الأولى في إفريقيا، الاندماج وكذا، وتلعب تجي من أوروبا تروح تلعب في إفريقيا ماشي سهلة، فرق شاسع. كي يجوا صغار خلاص يوالفوا هذيك الأجواء، يولوا يعرفوا باللي كاين صعوبات، كاين كذا حتى كي يطلعوا بعد يلعبوا في الفريق الأول خلاص عندك فريق نضج من هذا الجانب، ما عندك مشكل تاع لادابتاسيون التأقلم وكذا. دونك هذا مهم جدا، ولهذا يعني تكون نتائج حتمية. هذه بطولة العالم غريبة من بعض النواحي، يعني مثلا المنتخب المغربي ربما لم يعاني كثيرا بالنسبة لاستقدام أفضل لاعبيه. هناك منتخبات مثلا منتخب فرنسا الذي سيواجه المغرب في نصف النهائي ربما لم يتمكن من هناك أكثر من 20 اسم رفضوا أو رفضت الأندية. إسبانيا اللي تأثرت، إسبانيا عندها فريق آخر، لامين يامال كان قادر يلعب إلى درجة أن رأينا مثلا أمس فرنسا في ربع النهائي تغلبت على النرويج ب2-1. صاحب الهدفين اسمه سايمون بوابري، مكون في نادي موناكو، التحق بفريق نيوم السعودي، أفرج عنه فقط خلال هذه الفترة المخصصة لمباريات الدولية، يعني لم يشارك في الأدوار الأولى، جاء فقط يشارك في ربع النهائي، سجل هدفين. لا ندري إذا ما سيبقى، ربما سيبقى الأسبوع المقبل أيضا قبل أن يعود إلى فريقه السعودي، لأنه الاتحادية الفرنسية خدتها ريسك، لأنه سجلاته وهو لم يكن حاضر، يعني لو كان ما تأهلتش إلى الدور الربع النهائي كان ما يقدرش يلعب. سجلاته خسرت مكان لاعب آخر، ولكن كانت تعرف القوة تاعها وكذا ربما،
وسجلاته جا، وعندك الحق تسجل لاعب حتى ولو ماهوش حاضر تسجله، ويجي القوانين الفيفا تسمح هذا الشيء. غريبه احيانا قوانين الاتحاد الدولي لكره القدم. هو للتسهيل، خاطر حكينا ممكن في موضوع هذا حكينا فيه برشا مرات، اللي هو الشارج نتاع المباريات، يعني كي تزيدهم مع المنتخبات الاولى والاكثريه تو لاعبين صغار من 17 18 سنه تلقاه يلعب في الفريق الاول. يعني عنده اصلا مارج كبير، يعني تلقاه يلعب ينجم يلعب كما قال معنا المنتخب اقل من 20 ومنتخب اقل من 23 والمنتخب الاول صحيح. مع زيد شنو يلعب مع المنتخب بطولة. مع الفريق نتاعه. المنتخبات الحل الوحيد على الاقل نعاونك في الحكايه هذه الفيفا. المنتخبات الاولى نتحدث عنها الان افريقيا بشكل خاص مع تاهل المغرب وتونس حقيقه منذ الشهر الماضي، مصر والجزائر الاسبوع الماضي الى نهائيات المونديال. المنتخب المصري للمره الرابعه، المنتخب الجزائري للمره الخامسه. اذا متابعينا الكرام، قام نظام حضاره الجزائر اليوم بشن حمله اعتقالات واسعه ضد جزائريين خرجوا للاحتجاج على الأوضاع الصحية المزرية في زريبة الجزائر. كما تشاهدون هذه واحد المظاهرة خرجت في الجزائر، فتدخل النظام الجزائري بالقوات الأمنية ديالو وجمعوهم كاملين. والبوصباعي أنا دخلت نقلب في الصفحات البوصباعية لا حديث عن هاد التظاهرة اللي خرجت اليوم. انتم شوفوا معايا هذا الفيديو. المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوزيف بيريكا، هاو الكاشي، هاو الختم تاع المستشفى، هاو الختم تاع الطبيب، تديم ولا السكانير او الراديو البرا. خوالي لازم يموت في البلاد هذا، هم ما عندوش يموت هذا. انا عندي خويا الصغير نقم تجريدي كان شهر 11 شباتنا جبناه البريك، انا قعدت شهر 2022 2021 كان يطايش. انا جماعه في السبيطارات والمرضى انني كنت نطلب في السيروم واقف. انا هو الشاف سيرفيس ماكش فرمي. ربي يهنيكم صلح. شوفوا هنا واحد الشعار، شوفوا: نطالب بمستشفى جامعي CHU، نطالب بالمستشفى الجامعي. والبوصبعي الغبي المسكين اللي متبع ما يحدث في المغرب ما فراسوش بان في كل جهه في المغرب حنا بانين مستشفى جامعي، من طنجه في الشمال الى الصحراء المغربيه، كل جهه من الجهات 12 ديال المغرب غادي يكون فيها مستشفى جامعي. كان اللي تبنى ودخل الخدمه، وكاين اللي مازال غادي يدخل الخدمه في المستقبل. يعني هادشي اللي خارج يتظاهر به البوصبعي الغبي راه حنا ديجا عندنا في المغرب، والبوصبعي جالس مقابل المغرب. هذه مظاهرات في الجزائر. قناة الجزائر الدولية لا حس ولا خبر، حتى جابوا البوليس وجمعوهم كاملين، كلشي تعتقل. انا والبوصبعي مشغول بالمغرب ولا هم له. شوفوا انا هادو سالاو معايا، جايبين سيترنا وتراكتور مدخلين المستعجلات حيت ما كاينش الماء، كيعمروا الماء في السبيطار في المستعجلات هادشي في 2025 بالتراكتور. جايبين تراكتور، مدخلين تراكتور، شفتوا ولا ما شفتوش؟ مدخلين تراكتور للمستعجلات في الجزائر باش يعمر الماء. ما كاينش الماء، كيعمروا القراعيد الماء. اش بان لك يا بوصبع؟ عليك سبيطار تاع اخر الزمن عليك. لا هذه واعره معلقين الرجل ديال واحد شي حد مهرس بالقرعه ديال 5 يترو، عليك سبيطار تاع اخر الزمن عليك. ميزان قرعه تاع 5 يترو عليك الزوج مريض. البالون سبيطار هذا عليك اخوتي، ميزان قرعه تاع 5 يترو. ايوا يا البوصبع، اش غادي نقول لك؟ بلاص انك ما تمشي تدافع على حقك وتدابز على حقك مقابل المغرب، حاضر المغرب. في الوقت الذي يعيش فيه المواطن الجزائري واحدة من أصعب المراحل في تاريخه المعاصر، حيث خرج شباب جيل زد إلى الشوارع مطالبين بأبسط الحقوق، وعلى رأسها الحق في الصحة وبناء مستشفى جامعي يليق بكرامة الإنسان، تفجرت أزمة عميقة كشفت المستور: مستشفيات بلا تجهيزات، أقسام استعجالات بلا ماء، مرضى يموتون بسبب انعدام أبسط الظروف، وأطباء يصرخون من قلة الإمكانيات. لكن بدل أن يتجه الإعلام الجزائري لتسليط الضوء على هذه المأساة الكبرى التي تهدد حياة الملايين، اختار أن يدير ظهره للحقيقة ويجعل شغل الشاغل المغرب ليل نهار، برامج على القنوات الرسمية والخاصة، مقالات في الصحف، تصريحات على المنابر، كلها لا تتوقف عن الحديث عن المغرب
وكأن المغرب هو سبب انقطاع الماء في أقسام المستعجلات، أو هو من يمنع بناء مستشفى جامعي في الجزائر. الأكثر غرابة من كل ذلك أن احتجاجات محدودة في المغرب والتي قادها شباب جيل زيد انتهت بكلمة واحدة فقط من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يعرف متى يتدخل بحزم ومتى يطمئن شعبه لتنتهي الأمور في سلاسة واستقرار. بينما في الجزائر نفس الجيل يطالب فقط بالعلاج، فيواجه بالقمع والاعتقالات الواسعة، وكأن المطالبة بالكرامة جريمة كبرى. المغرب اليوم يمتلك شبكة واسعة من المستشفيات الجامعية موزعة على كبريات المدن، في الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، وجدة وغيرها، كلها مراكز طبية متطورة تستقبل آلاف المرضى وتقدم خدمات بمستوى يليق بالمواطن. أما في الجزائر فما زال الشعب يصرخ من أجل مستشفى جامعي واحد، مستشفى يضع حداً لمعاناة المرضى الذين يضطرون أحياناً للسفر مئات الكيلومترات من أجل عملية جراحية بسيطة. ورغم هذه الحقيقة المؤلمة، تجد الإعلام الجزائري يختلق القصص الوهمية، يضخم الأحداث البسيطة في المغرب ويترك مشاهد المستعجلات بلا ماء، والأطباء الذين يضطرون أحياناً لاستخدام قوارير بلاستيكية لجلب الماء للمريض. إنها مفارقة صارخة. بلد غني بالغاز والنفط، لكنه فقير في أبسط الخدمات الأساسية. وبدل أن يطرح سؤال أين تذهب الثروات، يفضل الهروب إلى الأمام عبر إشغال الرأي العام بالجارة الشرقية. المغرب يسير بخطوات ثابتة في طريق البناء، يحقق نجاحات في الصحة، التعليم، البنية التحتية، الاقتصاد، التكنولوجيا، ويكسب احترام العالم. بينما الجزائر ما زالت غارقة في مشاكلها الداخلية، ومع ذلك لا تجد إعلامها إلا منشغلا بالمغرب صباح مساء. السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا كل هذا الهوس بالمغرب؟ هل يخافون من نجاحاته المتواصلة؟ هل يقلقهم أن يرى المواطن الجزائري الفارق بين بلد يستثمر في الصحة والمستقبل وبلد آخر يعيش في دوامة الوعود الكاذبة والقمع المتواصل؟ الحقيقة أن المقارنة أصبحت صادمة، والجزائري البسيط صار يطرحها في الشارع. كيف للمغرب أن يملك مستشفيات جامعية متطورة ونحن لا نملك حتى مستشفى جامعي واحد؟ كيف لهم أن يعالجوا أبنائهم في مراكز مجهزة ونحن نعاني من انقطاع الماء في أقسام الطوارئ؟ لكن عوض أن يجد المواطن إجابة، يسمع نفس الأسطوانة المملة من إعلامه: المغرب، وكأن المغرب أصبح الشماعة التي يعلقون عليها فشلهم. إنها مفارقة تاريخية تكشف عمق الأزمة، نظام يهرب من مواجهة الواقع عبر اختلاق أعداء وهميين، وشعب يزداد وعيا يوما بعد يوم بأن المشكلة ليس في المغرب بل في غياب مستشفيات، غياب ماء، غياب كرامة. المغرب يسير إلى الأمام والجزائر تراوح مكانها، وبينما يرفع الجزائري شعاره البسيط: نريد مستشفى، نريد ماء، يصرخ إعلامه بصوت أعلى: المغرب، المغرب. وهنا يظهر الفرق بين بلد يبني وبلد يختبئ وراء الدعاية والشعارات. جينيراسيون زاد وصلت الجزائر. المصيبة ماشي من المسيرات السلمية، راه من عصارات الجموع. تخيلوا تحلوا فمهم في المغاربة في المواقع والقنوات. المهم اللي يحفر شي حفرة يوسعها باش إلا طاح ما يتحرجش. هنا جيل زاد الجزائري. اللي شد بالي البارح في الليل واليوم وانا نتابع في القنوات الرسميه وشبه الرسميه في الجزائر، والتغطيه نتاعها للاحتجاجات تاع خوتنا المغاربه. يا سيدي القناه الرسميه الجزائريه نقولها لكم بسرعه باوامر من الرئاسه فتحوا لهم وقال لهم ديروا تغطيه، ما تعطيوش الحدث. تحل نشرة الأخبار تلقى غير المغرب احتجاجات، هي خلات في المغرب، هاي صرات هاي الآخر، وتحس بالتعبيرات التقارير نتاعهم تحس باللي هما يقول لك نساندوا الشعب المغربي للتخلص من النظام المخزني الفاسد وكذا، لكن فيها التشفي فيها بون. أنا نعرف التقارير كيف يكتبوها. لكن السؤال المطروح اللي يطرحوه كثير من الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروح الفيسبوك بهدلوهم: وش من مصداقية عندك انت تحكي على الاحتجاجات تاع الشعب المغربي؟ سجلت انا في 6 سبتمبر 2019 درت فيديو في الجمعة هذيك، كانت جمعة تاع الحراك،
جمعة 24 تقريبا، يا كل القنوات الخاصة والقناة الرسمية هذه اللي تغطي في احتجاجات على المغرب عاملين أفلام وستيرن، رسوم متحركة، أفلام مدبلجة، دير أي حاجة، ما تحطش برك الكاميرا وتقول باللي كاين الحراك. هذا واش كان يصرى في جمعات الحراك الشعبي، التعتيم، التضليل، التشويه، ومن بعد راحوا للتقسيم. دونك هذه القنوات هذه اللي قهرت الشعب الجزائري بالتضليل والتعتيم، وكيف كانوا الملايين يخرجوا في الشارع وانت في التلفزيون ما تشوف ولا شيء، تشوف افلام ورسوم متحركه، لانه كانت هناك الاوامر الفوقيه. يجيو نفس التلفزيونات وخاصه التلفزيون الرسميه نشرة الثامنة تجي تدافع على الشعب المغربي. انت الشعب اللي ما فيهش الخير في الشعب نتاعو ما فيهش الخير في شعوب الناس. هذه هي. هو فعلا تشهد يعني المنطقة يعني مثل المغرب يعني احتجاجات، وتعبر حقيقة على الوضع الاجتماعي وعلى تدني الخدمات، وهي كما يتحدثون الكثير من التقارير انها مطالب مشروعة. الحكومة المغربية والجهاز التنفيذي المغربي ان يعي جيدا النظر الان استجابة لهذه المطالب الاجتماعية التي جاءت في سياقات مختلفة. ذكرت نقطة مهمة على الجانب المغربي ان يلبي مطالب الشباب، أليس كذلك؟ طيب، ما إذا نظرنا نحن يعني إلى الأرقام على الأقل، نسبة البطالة فقط مقارنة، نسبة البطالة الجزائر أكثر من 11% والمغرب أكثر من 13%. مؤشر مدركات الفساد الجزائر أيضا يعني حسب المؤشر تحتل المركز 107 والمغرب المركز 99 من أصل 180 دولة. يعني الفرق بين الدولتين ليس بكبير لكي نقول بأن الجزائر تدعو المغرب لكي يلبي مطالب الشباب. طب ما الجزائر ما هي نفسها يجب أن تلبي أيضا مطالب الشباب بناء على الأرقام الموجودة. أريدها أيضا على الشاشة. الجزائر عفوا أنا لا أقول أن الجزائر تطلب من المغرب يلبي احتياجات، وإنما الأصل في العملية كلها أن تستجيب لحركات الشباب التي اليوم كل يوم نراها في احتجاجات تطالب بأشياء اجتماعية. هذه المطالب عليها علاقة بالداخل الاجتماعي. الجزائر من ثوابتها ثابتة ومن مبادئها الصلبة عدم الدخول في الشؤون الداخلية للدول، وبالتالي الجزائر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد الشأن الداخلي، فالأصل فيها أنها تهتم باستجابة لمطالبها دون وضع شماعة على العامل الخارجي كما تسميها والتدخل الجزائري. أعذرني دكتور، هناك تصريحات للسياسيين على سبيل المثال عبد القادر بن قرينة زعيم حزب حركة البناء الوطني ألم يدعو المتظاهرين المغاربة إلى التوجه للقصر الملكي؟ ألا يكفي ذلك؟ هنا كان السؤال ألا يكفي ذلك كدليل على تدخل جهات جزائرية في احتجاج المغرب أو حتى التحريض ربما؟ يعني نتابع الآن ما قاله على الشاشة. تفضل، ما رأيك؟ نعم، دعيني أقول أنه ما قاله رئيس حزب سياسي في الجزائر هو يلزم نفسه ولا يمثل الدولة الجزائرية. فالحديث على منصات التواصل الاجتماعي والتصريحات المضادة لا تقدم شيء وتؤخر شيئا. نحن نشكر الشعب المغربي على إقامته المسيرات، ولكن نشد على يديه أن يتوجه بهذه المسيرات لمحاصرة القصر الملكي. ما زالوا فضيحة والناس ما تحشمش، ما يحشموش. أنا مع الشعب المغربي في تحقيق أهداف هذا الاحتجاجات نتاعو. طبعا لا للرشوة، لا للفساد، لا للاستبداد، لا للظلم. هذا حق كل الشعوب من حق أن تناضل. بس الأحرار هما اللي يدافعوا على الأحرار، ماشي العبيد يجي يدافعوا على الأحرار. ماشي انت كنت تسب في الحراك وتشوه في الحراك ودير التعتيم على الحراك وتجي تقول لي والله انا راني مع الشعب المغربي. ساكول با مون شرامي يقولها جواب لكل دول الشرق الاوسط والدول العربيه لهذه الايام كلها وهم يرسلون رسائل من قبيل سقوط النظام الملكيه. هذا هو الوقت. وقت ماذا؟ وقت ماذا؟ واهن من يعتقد أن الشعب لا يريد النظام الملكي. نحن ملكيون بالفطرة، نحن لا نسقط ولسنا بصفحة عابرة في كتاب التاريخ كأنكم تتمنون لنا الخير ونحب لا تحبون لنا الخراب. هذه الحقيقة.
نحن نعرف نواياكم. المغرب لم يكن يوما صفحة عابرة، هو فصل ممتد كتبه الملوك والأبطال منذ قرون، من المرابطين الذين وحدوا المغرب وأوصلوا الإسلام إلى الأندلس، وهذه حقيقة تزعجكم، إلى الموحدين الذين جعلوا من مراكش عاصمة حضارة تضاهي قرطبة وبغداد، ثم بعد السعديين الذين كسروا شوكة الاستعمار الأوروبي في معركة وادي المخازن، أثبتوا في ذاك الوقت أن هذه الأرض لا تغلب. وصولا إلى العلويين اليوم، احتجاجاتنا اليوم هي ليست أوراق يلتقطها الغرباء هكذا ليكتبوا بها شعارات فارغة. نحن نعرف ماذا نريد إصلاح وكرامة وصحة وتعليم وفرص أكثر لأبنائنا. في كل سطر في تاريخ هذه الأمة وفي هذه المملكة يقول أن هذه الأمة بمشيئة من الله ولدت مع الملكية وعاشت بها، ورابطة العرش بالشعب ليست عقد سياسي عابر هكذا، بل هو امتداد لقرون من الدم والولاء والتضحيات. هذا ما لا تعرفونه. من ينظر إلينا بعين الحسد والحقد لبحرينا وصحرائنا وموقعنا وجغرافيتنا فليعلم أن هذه نعمة من الله، لم نختر ذلك، لحكمة من الله سبحانه وتعالى أراد لهذا البلد أن يكون ملكيا. ملوك تعاقبوا على هذا الوطن. المغرب لا يسقط نهائيا بشعارات هكذا تافهة وغريبة. نحن نريد سقوط الفساد لا أقل ولا أكثر. عاش الشعب وعاش الوطن وعاش الملك، ولا عزاء للحاقدين. جينيراسيون زاد كيصدموا الجيران وكاع أعداء الوحدة الترابية ديال بلادنا. داروا واحد البيان في واحد الصفحة منسوبة لهم كيعلنوا سيدي: نعلن نحن في مجموعة جينيراسيون زاد أنه لن يكون هناك إضراب أو احتجاج يوم الجمعة، وذلك احتراما وتقديرا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتزامنا مع الخطاب الملكي المرتقب. نؤكد أن هذا القرار جاء بدافع الاحترام للمؤسسة الملكية وللكلمة السامية لجلالته، وأننا نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. كما نوضح أن عدم تنظيم أي احتجاج يوم الجمعة لا يعني تراجعنا عن مطالبنا المشروعة، بل هو تعبير عن الانضباط، الوعي والمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها شبابنا. الإعلام الجزائري ولا بزاف ديال الأعداء ديال الوطن ديالنا كانوا كيروجوا أن هاد الاحتجاجات هادو راه غادي يكون فيها واحد الانقلاب وما عرف شنو غادي يديروا. أكثرية فاش كان داك الأحداث الشغب، الشعب المغربي كما كان أي واحد تمشي تهضر معاه كل شيء يقدر يهضر معاك فيه، إلا الملك ديما خط أحمر. والعلاقة الكبيرة ما بين الملك والشعب ديالو صعيبة تعرفها من غير إلا كنتي مغربي. الله، الوطن، الملك. عبد القادر بن القرينة الكحلة، القرينة اللي كتدي وما كتجيبش، اسم على مسمى، برلماني جزائري. في الخطاب ديالو كيوجه الشباب الجزائري وكيأكد عليهم على ضرورة عدم الخروج وعدم المظاهرات، لأن في الجزائر لا يبخس الناس أشياءهم، وبأن الشعب غادي في واحد التطور مزيان، وهذا الشيء ما خصوش يخليهم يخرجوا يتظاهروا. وفي نفس الوقت كيدور الكاميرا للمغرب وتيقول: نشد على أيدي الشباب المغاربة ونشكرهم شكرا كثيرا، ولكن اللي خصهم يديروا هما أنهم يديروا مسيرات فيها الآلاف ديال الشباب واللي اتجهوا نحو القصور. لماذا؟ لأجل منع التطوير أو منع التطبيع. انت ما بغيتيش تقول منع أو حيد الملكية، ولكن هيهات واش تيتسحبك المغاربه حمقين غتقول لهم جوج كلمات بحال اللي قلتي للشباب الجزائري وغادي يطيقوك؟ عارفين شنو النوايا ديالكم. هذا خص المملكه المغربيه ترفع عليه دعوه قضائيه في محكمات العدل الدوليه. علاش؟ لانه كيحرض على الفساد، كيحرض على الحرب، كيحرض على الدمار، كيحرض على ماشي شي حاجه ماشي شغلو ديها في بلادك وبعد علينا. بلادنا ليها ماليها وعندها شبابها اللي طريقه حضاريه وطريقه سلميه اليوم كنشوفوه كيتحاور وكيطلب بالحقوق ديالو، عكس شبابكم اللي لا بغى يشري غير طوموبيل مصيبه كحله.
مصيبه كحله في بلادكم. بغى الشاب يشري غير طوموبيل، مصيبه كحله، خصو يدير عليها واحد طلب واحد العام وعامين وتسنى ويقدر يشريها ويلقاها مدقوقه حنا هادشي راه ما عندناش. عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها الله الوطن الملك رغم ولكن حنا كشعب مغربي لا ننساغ وراء الحماق. السلام عليكم. قلنا بأنه بنغرينا هذا راهو جرثوم سياسي وما عنده حتى علاقة بالسياسة، فاش وهذا حتى روح من المقربين لتبون. سي نورمال تبون الناس كلها هربا منه، ولا واحد يقترب منه، ولا واحد يقترب منه. سي نورمال يجي يقترب منه هذا بنغرينا. نشوفوا هذا بنغرينا واش المشاكل اللي هو راح يديرها للنظام الجزائري تاعنا. اسمعوا مليح. تتبع المتخاذلين ولا يمكن أن يؤثر في وعيكم بعض أولئك المجندين من طرف جهات تريد الشر للجزائر وتقارن الشعب الجزائري بأنه لم يستطع أن يقيم مسيرات وغيره الشعب الفلاني استطاع أن يقيم مسيرات. إذا هؤلاء نحن نشكر الشعب المغربي على إقامته المسيرات، ولكن نشد على يديه أن يتوجه بهذه المسيرات لمحاصرة القصر الملكي كي يوقف التطبيع. كلام يقول فيه ما عنده حتى يعني انسجام مع الواقع، وما كان حتى يعني ثاني هدري ودرك نعطيك لما يقول بأنه ناس مجندين ضد النظام الجزائري. طبعا لابد أننا نتجند ضد النظام الجزائري، لأنه من يريد الشر للجزائر كما راه يقولوا هو النظام الجزائري. أول عدو وأكبر عدو للشعب الجزائري هو النظام الجزائري، وهذا الإزلام يمثلوه حتى ما عندهم حتى وزن. ثم أن يدعو الشعب المغربي لمحاصرة القصر الملكي وقال لك يحبس التطبيع. يا بنغرينا يا باغال، شفت كيقول لك تا باغالون ما تعرفش. الشعب المغربي خرج عشرات المرات خرج و ندد بالتطبيع ولم يقمع، لأنه عنده الحرية في إعطاء رأيه، في إبداء رأيه حتى وإن كان رأيه ضد السياسة الرسمية للنظام المغربي. واحد ما قمعوا، ناس خرجوا في الشوارع، آخرها في طنجة باستمرار يخرجوا ضد التطبيع، وعندهم حقهم، عندهم الحق أنهم يقول لك احنا ضد التطبيع، عندهم الحق. شكون اللي راح يجي يشدهم؟ ما يمنعوهمش. بالعكس الجزائر وين ماشي باش يخرجوا يناصروا القضية الفلسطينية، ممنوع انهم يخرجوا يعملوا مسيرات تأييد للقضية الفلسطينية. شفت الفرق ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. الشعب الجزائري مغلوب على أمره، مقموع، مغبون، مسيطر عليه عصابة ولاد الحرام بالقمع. نهار الجمعة 3 أكتوبر باش يخرجوا ما يقدروش. انتشار القوات الأمنية في الشوارع،
الأحياء الشعبية، واللي يخرج له واللي يخرج يختفوا، له واللي يخرج يختفوا. السيارات الباري في ساعة ودان، في ليتروجورلوج، في الكوام نتاع العسكر في شارع تشي جيفارا وشارع سيغول يوسف، في حسين داي، في بلويزات، بارتو في حراش ما يخلوش الناس، ممنوع دخول الظاهر. انه في الجزائر التظاهر السلمي يعتبر جناية ويعتبر تجمهر غير مسلح، ضيد على التجمهر غير مسلح. في المغرب ما عندهمش هذه يا بن قرينة، هذه الأولى. في المغرب خرجوا لأنه كاين نقائص ما نقارنوهاش بالجزائر، لأن إذا حبينا نتكلموا على الجزائر يا سي بن قرينة أتفرج يا ولد الحرام، نقول لك أنت ولد حرام يا بن قرينة، لأنك أنت شيطان شرس. شوف صاير في الجزائر. عليكم جماعة، كما راكم تشوفوا هنا راني في سبيطار تاع عين طاية، راح زيارة لأحد الأقارب. قولوا لي إذا مرا دايرة عملية تقدر تريح في شومبرا كيما هادي، راكم تشوفوا هادي سال دو بان، شوفوا كيفاش راهي، على بالك دبان ناموس، شوفوا بيبان، شوفوا الحيوط، خلي لي كافاغ ورتايل، كارثة كارثة عظمى. نساء حوامل يفترشن الأرض بمستشفى القبة في العاصمة في وضعية كارثية، حيث كشفت الصور المتداولة على نطاق واسع عبر الفيسبوك عددا من النساء الحوامل في رواق المستشفى مع مواليدهن بدون أي تكفل من الأطقم الطبية. شكون اللي مجند ضد الجزائر؟ هذه